اتدبست في كيسين جندفلي، بس تعالى اقول لكم انا عملت فيهم ايه. كنت عند الراجل بجيب سمك، راح الباقي بتاعي 40 جنيه، راح بيديني بيهم كيسين جندفلي، وابني شبط وخدتهم من سكات. واكتبوا لي لو انا كده اتضحك عليا. روحت بقى على البيت ورحت نقعيهم على طول في ميه بشويه ملح. نقعتهم ميه تغطيهم كده كويس، وحطيت ملح كتير شويه، وسبتهم منقوعين بتاع ساعه. لازم البكلاويز او الجندفلي يفتح في الميه، اللي ما تفتحش في الميه دي تاخديها وترميها من سكات، لان هي هتبوظ لك الاكل خالص. بعد ساعه حطيتهم في مصفى وقعدت اشطفهم تاني لحد ما لقيتهم كلهم اتفتحوا، واللي ما اتفتحتش رحت رميتها. تمام كده. وغير كده كمان انا قعدت اشطفهم واحده واحده تحت الحنفيه، لانه مليان كميه رمل رهيبه. المهم جبنا الحله، حطينا فيها شويه زيت صغيرين، نص بصلايه بس صغيره، هديها تشويحه كده تدبل، ونزلت بمعلقه توم مفروم، برضو هشوحها كده اول ما اشم ريحتها. هنزل بطماطمايه واحده مكعبات، وفلفلايه رومي مكعبات او نص فلفلايه كمان. هشوحهم الاقيهم كده خلاص دخلوا في سوا وشميت ريحتهم. هنزل بالجندفلي بتاعي زي ما قلت لك، تشطفيه واحده واحده، لما تتفتح كده اشطفيها واحده واحده من جواها بالميه. تمام، وصفتهم. تعالوا بقى اديتهم تشويحه على طول، لونهم بيدي على اورنج شويه. بعد كده حطيت ملح، فلفل، شطه، كمون بس، وهديهم تقليبه. هما كده استوى، تقدري تطلعيه على طول ترفعيه من على النار. لو عايزه شويه شوربه صغيرين، حطي كوبايه ميه واحده بس. اول ما الميه تغلي اعصري ليمون وبس. لو سبتيه كتير على النار هتلاقيه جلد وبقى طعمه وحش خالص. حاولي اول ما يبتدي ياخد لون اورنج كده زي الجمبري بالظبط، خد لون اورنج، بنرفعه على طول من على النار. والشوربه بتاعته طعمها حلو جدا، وبالهنا والشفا.